اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنعمل النهارده معاكم تورتايه اقتصاديه جدا جدا وبطريقه سهله جدا وبسيطه، ومعلقتين كريم شانتيه. هنعمل تورتايه وكم حبه فراوله كده، وهنعملها جميله جدا وشكلها زي ما انتم شايفين تحفه، وسعرها رخيص جدا جدا جدا. لو تشتريها من بره طبعا الشرايها غاليه، فاحنا بنحب نعمل لاولادنا في البيت الحاجه الاقتصاديه اللي هي على قد ايدينا بثلاث بيضات بس. معانا المقادير: معانا 3 بيضات، ومعانا معلقة فانيليا كبيرة كده، علشان خاطر البيض طبعا في ناس بتقول بيض زفر والكلام ده، فبنحط معلقة فانيليا ومعلقة خل. ومعانا نص كوباية سكر زي ما انتوا شايفين، سكر عادي حبيبات الأبيض أو المتوفر عندك مفيش مشاكل. وبنحط نص كوباية السكر والبيض والفانيليا. ومعانا نص كوباية مية، اللي حابة تستبدلها بعصير برتقال مفيش أي مشاكل. ومعانا نص كوباية زيت ذرة أو زيت عباد برضو مفيش مشاكل، بس زيت الذرة بيدي للكيكة طعم جميل جدا جدا. ومعانا كوبايتين دقيق، ومعانا معلقة كبيرة بيكنج باودر. وهندخل الدقيق مع البيكنج باودر مع الكاكاو. اللي حابة تعملها بالكاكاو تعملها، واللي حابة تعملها بالبرتقال تعملها، الاتنين بيدوا نفس الطعم الجميل ده. انت حابة تعمليها كاكاو ماشي، حابة تعمليها فانيليا برضو مفيش اي مشاكل. نستبدل المية بعصير البرتقال زي ما قلت لكم في اول الفيديو. طبعا نضرب بقى كده دلوقتي ضربة من غير ما اشغل الكهرباء عشان الدقيق ما يطرش مني، وببدأ اعمل معاكم بمضرب الكهرباء. بدهن بس الصينية بتاعتي بزيت بالفرشة علشان الزيت ما يكترش في الصينية بتاعتي ويطلع الكيكة ويبهدلها وتبقى شكلها مش لطيف خالص. ما عندكيش فرشة تمسحي الزيت بمنديل مطبخ وهتمسحي الزيت الزيادة في الصينية بتاعتك. هنزل بقى بالخليط بتاعي زي ما انتوا شايفين كده اهو، ولا اسهل ولا اجمل ولا اروع من كده. مفيش محسن جيل، مفيش اي تعقيدات خالص. ما عندكيش كاكاو نعملها فانيليا، ما عندكيش خل خلاص يبقى نستكفى بالمعلقه الفانيليا اللي احنا حطيناها، او 2 باكت من الفانيليا. بس اكيد كل بيت موجود فيه الخل، بس انا بقولك ان عادي ممكن برضو ينفع من غير خل مفيش مشاكل. طبعا ادي الكيكه بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن وهديت بقى عشان اعرف ايه اخرجها من الصينيه، عشان ما حطيتش انا عندي ورق زبده بس ما حطيتش علشان في ناس ما عندهاش ورق زبده. فبندهن الصينيه زي ما قلت لكم، وهقلبها طبعا في الصينية على ستاند، على أي متوفر عندك، على صينية عادي بتاعت شاي مفيش أي مشاكل. طبعا بنخبط كده بالراحة عشان الكيكة بتاعتي تنزل، علشان احنا مش حاطين ورقة فانيليا، ورقة زبدة آسفة. ممكن تدهني برضو بالدقيق، بس طبعا الدقيق افضل ان انت ترشي كاكاو بديل الدقيق عشان الكيكه بتاعتك ما تبقاش بيضه من تحت. طبعا بس بقى بالسيرب العادي بتاعنا اللي احنا بنعمل نسقي بيه الكيك والتورت: كوباية مية، كوباية سكر، عصرة ليمونة، يغلوا 5 دقايق على البوتاجاز ويبرد، وبعدين نبدأ نسقي بيه الكيك بتاعنا. هو الكيك بتاعنا طار جدا وهش، بس علشان خاطر ناخد نفس طعم التورته اللي احنا بنشتريها من بره او طعم الجاتو. شايفين بقى؟ معلقتين كريم شانتيه على ربع كوباية مية متلجة، ومعانا معلقة سكر، وعملنا الكريم شانتيه بتاعنا بأسهل ما يمكن. يعني مقادير سهلة جدا وبسيطة، وهيدي التورتيه بتاعتنا شكل جميل جدا جدا. اللي هيشوفها يقول ده انتي جايباها من بره. شوفي انتي بقى لو هتشتريها من بره هتبقى سعرها كام في الوقت الحالي اللي احنا فيه ده. وزي ما انتوا شايفين كل حاجة بقت غالية جدا، بس لازم نسيب الكيك بتاعنا يبرد خالص علشان خاطر الكريم بتاعنا الكريم شانتيه بتاعنا ما يسيحش على الكيك، تمام؟ ولا عشان كمان خاطر لما نحط السيرب بتاعنا ما يعجنش معانا. نسيب الكيكه بتاعتنا لما تهدى خالص ونبدا نحط عليها الكريم شانتيه. او يعني حاجه ما عندكيش القمع ده، ما عندكيش اي ادوات تزيين، ما فيش اي مشاكل، استكفي بالكريم شانتيه اللي احنا حطيناه بس. او بكيس تلاجة هتحطي فيه معلقتين الكريم شانتيه دول، وتقطعي فتحه تفتحي فتحه من الكيس، وهتنزلي هتلفي بالكيس ايدك حوالين داير كده، هتعمل معاكي دايره وشكل برضو حلو مفيش مشاكل. الفراولة دي انا حطاها في جيلي فراولة، علشان احط لها دلوقتي جيلي فراولة علشان تدي معانا شكل برضو جميل زي ما انتم شايفين. الجيلي الفراولة العادي اللي احنا بنشتريه ده اشتريه وخليه عندك في البيت، تعملي بيه تورته، تعملي بيه جاتو، على كيكة عادية برضو هتحط عليه، هيدي برضو طعم جميل جدا 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 للكيك. الطعم رائع جدا جدا برضو
الكيك بتاعنا اللي احنا بنعمله. شايف يعني، بص تزيين بسيط جدا وتورتايه بسيطة جدا، ما فيش اي تعقيد. وادي الشكل بتاعها، والله جميل جدا جدا جدا، وكان طعمها يعني كان رائع 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 جدا. ادينا عملناها وفرحنا الولاد، وتغيير كده بدل ما احنا قاعدين في البرد كده كده فيش، ما بنطلعش بره الجو برد، فبنقوم نعمل اي اختراع كده بس يكون سهل وبسيط واقتصادي على قد الايد. لان كل الحاجه بقت غاليه نار نار نار. هتعملي تورتايه؟ لا لا مش هعمل تورت، دي غاليه ده يعني اجيب. لا لا ولا ولا اي حاجه ولا اي تعقيد. بالسهوله والبساطه اللي انت شايفاها دي هتعمليها بيها والله العظيم، وهتفرحي اولادك جدا جدا. شايفين جميله جدا وهشه وطريه، وبثلاث بيضات بس عملنا التورتايه بتاعتنا الجميله، وكوبايتين دقيق. كل حاجه طبعا متوفره عندنا في البيت، مش هنجيب اي حاجه من بره. ولو هتجيبي ب10 جنيه كريم شانتيه هيعمل معاكي التورتايه. والفراوله كده كده متوفره، او هتجيبي نص كيلو فراوله وتعملي بيها. يا رب الفيديو يعجبكم، واشوفكم في حفظ الله ورعايته.